السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طاجين ديال القنيه بالبصله والزبيب ان شاء الله. اول حاجه نشرملو القنيه، عندنا قزبر ومعدنوس، ثومه واحد 4 فصوص ديال الثومه، ملحه، سكينجبير، معلقه ونص البزار، نص معلقه خرقوم، شويه تاع القرفه دابا نعاودو نديروها من الفوق، ضويمه تاع الزعفران، ونضيف واحد شويه ديال الماء باش نخلطوا الشرموله ديالنا. نخلطوا المكونات كاملين مزيان. ما غاديش نضيفوا الزيت دابا، نبداو نشرملو. هذا الراس معروف على راس تاع القنيه راه تيطيب. الا كان عندكم الوقت ممكن انكم تشرملوها وتخليوها واحد شويه تتشرب مزيان. هاد العطريه عاد طيبوها، تقدر تخليوها واحد نص ساعه ولا. انا مع دايره الغدا ما عنديش الوقت، مشى عليا الحال بغيت نردها. طيب نبداو نحضروا الطاجين. بسم الله. اول حاجه غادي نديروا البصله اللي قطعتها شرائح، نستفوا الطريفات ديالنا ديال القنيه. المريقه اللي بقات لنا نكبوها هنا من الفوق. غنضيفوا زيت الزيتون اولا خليط من زيت الزيتون وزيت النباتيه. الطاجين فوق النار على نار مهيله حتى يتشحر شويه ونتلاقاو. دابا الطاجين ديالنا هو تشحر. دابا غادي نزيد واحد شويه هذا المرق اللي فيه راه لقيتو البصله والقنيه، انا ما زدت كاع الماء. دابا غنزيد واحد شويه ديال الماء، نزيد شويه تاع الماء ونخليو القنيه ديالنا طيب مزيان. عاد باش نضيفوا البصله والزبيب هما راه دغيا تيطيبوا. القنيه راه كتاخذ شويه ديال الطياب، يعني نخليوها تطيب مزيان تعسل. ونرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا تتمه الطاجين. صافي دابا راه القنيه ديالنا دخلها الطياب. هذيك القوام اللي كان بقى عندي زدت عليه البصله وخلطته مزيان باش تنسم البصله. دابا غادي نضيفها على القنيه. نتوما مره بقاو تردوا البال الطاجين، الا شفتوا نشف من المرقه زيدوا شويه تاع الماء سخون. نزيدوا الزبيب اللي غسلناه مزيان طبطو واحد شويه. دابا غنزيدوا شويه ديال القريفه بالفوق على داك الزبيب والبصله اللي درنا. صافي نخليو الطاجين يكمل الطياب ديالو حتى يتشرب مزيان وتختار المريقه، ونتلاقاو ان شاء الله. الطاجين ديال القنيه ها هو وجد.
جا معلك وبنين. جربوا ان شاء الله بهذه الطريقه، راه غادي يجيكم مزيان. يمكن انكم تزينوه باللوز. تقدروا الا ما درتوش، اللي ما تيبغيش الزبيب يدير بصله والزيتون. صراحه بهذه الطريقه هو باش يجي مزيان، فيبغيش كثرت خضره. الى اللقاء مع طبق ووصفه اخرى ان شاء الله. ما تنسوناش من الدعم ديالكم والتعليقات.